8/8 أو يوم من الأيام، ليش هالتاريخ مهم للعراقيين؟ تعال. تعرف شنو صار ب8 آب 1988؟ بهذا اليوم دخلت الحرب العراقية الإيرانية مرحلتها الأخيرة بعد ما وافق الطرفين على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، وانتهت الحرب رسميا ب20 آب 1988. بس خلينا نرجع شوي للوراء. حرب استمرت قرابة 8 سنوات، بدأت بأيلول 1980 وكانت من أطول وأعنف الحروب التقليدية في القرن العشرين. والسؤال هنا، شنو كانت كلفتها؟ التقديرات تختلف بشكل كبير، لكن المصادر التاريخية تضع عدد القتلى عند حوالي نصف مليون إنسان، بينما تقديرات إجمالي الخسائر البشرية إذا حسبنا القتلى والجرحى وغيرهم تتراوح من مليون إلى مليونين شخص. يعني تخيل 8 سنوات من الحرب ومئات الآلاف من الأرواح، والموضوع ما كان جنود فقط. مدن تعرضت للقصف، منشآت وبنى تحتية دمرت، وأعداد هائلة من الناس عاشوا النزوح والأسر والإصابات اللي رافقتهم لسنوات منهم لا زالوا إلى الآن. وهنا لازم نتذكر واحدة من أبشع صفحات هذا الحرب، هي حلبجة. قد يسأل سائل، بس حلبجة مدينة عراقية، وإذا النظام العراقي هو اللي قصفها، ليش قصف مدينة عراقية؟ أي، حلبجة مدينة عراقية، لكن قبل المجزرة بأيام كانت المنطقة تشهد هجوم إيراني واسع. في 13 آذار 1988 بدأت إيران عملية ظفر 7 مثل ما سموها بالتعاون مع قوات من الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعدها بأيام أطلقت إيران عملية الفجر 10، وتمكنت القوات الإيرانية والقوات الكردية المتحالفة من السيطرة على حلبجة. والنظام العراقي اعتبر القوات الإيرانية والكردية على المدينة تهديد عسكري، واعتبر السكان جزء من البيئة المتعاونة مع المقاتلين. لكن هنا لازم نفرق بين شغلتين: وجود قوات معادية داخل المدينة، وبين معاقبة سكان المدينة بالكامل. ب 16 آذار 1988 وبعد سيطرة القوات الإيرانية والكردية على حلبجة، تعرضت المدينة للهجوم بالأسلحة الكيميائية من القوات العراقية ومن النظام العراقي، والنتيجة آلاف المدنيين ماتوا، أطفال، نساء، كبار سن، كلها. وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد القتلى بين 3200 إلى 5000 شخص. وهنا لازم تكون واضحة، حتى لو كانت هناك قوات إيرانية وكردية داخل المدينة، هذا ما يبرر أبدا تحويل المدنيين إلى هدف للعقاب. الحرب لها قوانين، والمدني ما يصير يتحول إلى ورقة انتقام. وحلبجة تبقى واحدة من أبشع الأمثلة على شلون ممكن يتحول منطق معاقبة العدو إلى جريمة يدفع ثمنها الأبرياء. لكن نرجع للحرب نفسها، بعد كل هذه السنوات شنو كانت النتيجة؟ 8 سنوات من القتال، مئات الآلاف من القتلى، ملايين من المتضررين، دمار هائل بالبلد، البلد انهار فعليا. وبالنهاية شنو؟ وقف اطلاق النار صار يوم 8/8، لا دولة احتلت الثانية، ولا كانت اكو نتيجة حاسمة تنهي الحرب لصالح احد الطرفين. وهنا بالنسبة لي تبدأ اهم فقرة بالقصة اللي اريد اوصلها. ليش البشر يخوضون حروب يعرفون مسبقا انه ثمنها ممكن يكون بهذا الحجم؟ لأن قرار الحرب غالبا يتخذه أشخاص خلف المكاتب، لكن من يدفع الثمن الحقيقي؟ الجندي اللي يروح للجبهة، الأم اللي تنتظر ابنها، الطفل اللي يكبر بدون أب، والمدني اللي يخسر بيته ومستقبله، والأسير، وغيره 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 كثير. هذا 8/8 مو مجرد تاريخ نتذكر بانتهاء الحرب، هو فرصة نسأل نفسنا: هل فعلا تستحق أي حرب كل هذه الأرواح؟ لأن بالنهاية اللي يقرر الحرب قد يكتب التاريخ، لكن اللي يدفع ثمنها هم الناس.